أهلا وسهلا بكم. معكم عبد الوهاب حفكوف، أحييكم وأرجو لكم مشاهدة طيبة. تحية جزائرية نوفمبرية، تحية لمكة الثوار، تحية للأحرار في كل مكان، ومرحبا بكم جميعا في قناة الأحرار. الجزائر أولا، Algeria first. في الحلقة القادمة بعد هذه الحلقة بساعات، ويرجى أن تراجعوا هذه القناة، والذين يخلطون هذه قناة جزائرية متخصصة، فإن لم تكن مشتركا اشترك بها. في الحلقة القادمة سأتحدث عن نفاق ماكرون الذي تباكى على الصحفي الفرنسي، رغم أن كانديس أوينز الأمريكية اتهمته بدفع 1,500,000 دولار أعتقد لاغتيالها، ولديها أدلة كما تقول. فما حكاية المرض الفرنسي والانفصام، وما مغزى هجوم فرنسا على القضاء الجزائري؟ وأيضا سأتحدث عن موضوع آخر أخطر، وهو الردود العسكرية الجزائرية على الإمارات. كل السيناريوهات سأتحدث عن جاهزية الجيش الجزائري، سأعقد مقارنات، وهناك أشياء أيضا أوراق القوة الجزائرية، أمور خطيرة جدا ستشاهدونها في الحلقة القادمة. وأما في هذه الحلقة سأتحدث عن محاولات الإمارات إغراق الجزائر بالمخدرات والعملات المزورة، وسأغوص مجددا أيضا في العدوان الإماراتي. هذا التسلسل ضروري لأنه يمهد للحلقة القادمة بهدف التوثيق، لأنني بصراحة أشعر بأن الجزائر تحضر لمفاجآت قاتلة لدويلة الصعلوك بن زايد. هذه أمور جسيمة ويجب أن نأخذها بجدية. الحديث عن الإمارات كما قلت متشعب، سأتحدث عن الرد العسكري في الحلقة القادمة بعد ساعات إن شاء الله. أما بعد، بصراحة كنت أتأهب لوضع الملف الإماراتي في الأرشيف والتفرغ لقضايا أخرى جسيمة، فلا يمكن اختزال الجزائر في قضية دويلة قزم. وكما أنني أتحدث عن الإمارات في ملفات أخرى، يعني أكثر في القنوات الأخرى، في ملفات ساخنة متصلة بالسودان والسعودية. على ضوء ذلك خطر لي بصراحة الحديث عن مواضيع أخرى تتعلق بالجزائر في محرابها. هناك قضايا كبيرة، ولكن هذه الدويلة يعني سرطان، وبصراحة تشويش عجيب جدا. ومنذ أيام قرأت خبرا نشر في صحيفة الخبر أعتقد، يتضمن اتهامات بأن الإمارات والمغرب تشنان حربا هجينة ضد الجزائر عبر محاولات إغراق البلاد بالمخدرات والمؤثرات العقلية والعملات المزيفة. واستندت الصحيفة على تحقيقات أمنية موثوقة، وأشارت إلى تصريحات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون حول الحروب الهجينة وحروب الجيل الخامس التي تستهدف المجتمعات من الداخل. يعني أنت لديك جهاز دولة، استخبارات دولة كبيرة جدا، والاستخبارات الجزائرية قوية للغاية، تقدم لنا هذه المعلومات، ويجب أن نأخذها بجدية. بالفعل نحن إزاء نموذج متطور من الحروب الدنيئة والجبانة. لماذا يلجؤون إلى هذه الحروب؟ لأن أشباه الرجال الذين يفتقرون إلى الشجاعة لمواجهة أشجع الرجال. أنا قلت الإمارات في الواقع مشروع بلا رجال يتطاول على بلد الرجال بلد الجزائر. أنت لديك هذه الوسائل الجبانة، للأسف وسائل دنيئة، ولكنها أثبتت فعاليتها في زعزعة استقرار دول كثيرة عبر التاريخ، في التاريخ الحديث. استخدام المخدرات كسلاح استراتيجي ليس جديدا، يعني وثقت حالات مشابهة خلال الحرب الأفغانية مثلا، حيث استخدم الهيروين لتمويل العمليات وكذلك لإضعاف الخصوم. في أمريكا اللاتينية
ارتبطت تجارة الكوكايين بأجندات سياسية ودمرت أوطان، أدت إلى انهيارات عجيبة، انهارت مؤسسات دول بأكملها كما حدث مثلا في كولومبيا خلال الثمانينات. كذلك شهدت الصين في القرن التاسع عشر، معروفة طبعا قضية حروب الأفيون التي أضعفت إمبراطوريتها اقتصاديا واجتماعيا لعقود. لا تستهين أبدا بهذه الحرب. هذا يقدم لنا في الواقع دروس تاريخية في كيفية استخدام المخدرات كسلاح. يعني المخدرات تصبح هكذا تحقق ما تفشل أو تعجز عنه الجيوش التقليدية. أما العملات المزيفة فاستخدمتها أعتقد كوريا الشمالية بشكل منهجي ضد الاقتصاد الأمريكي عبر طباعة دولارات مزيفة بجودة عالية. خلال الحرب العالمية الثانية ألمانيا النازية نفذت عملية برنارد التي حاولت إغراق بريطانيا بالجنيهات المزيفة لتدمير اقتصادها. هذه الأساليب ترمي بطبيعة الحال إلى ضرب الثقة في العملة الوطنية وإحداث تضخم وفوضى اقتصادية عارمة تشل قدرة الدولة على التخطيط والاستثمار. موضوع جدي وخطير. أنا قرأت في أخبار أخرى عن محاولات الإمارات في الواقع إغراق السعودية بالمخدرات. حاولوا ذلك عبر معبر معروف هناك. تورطت أيضا الإمارات في تزوير العملة في السودان. يعني هذه الأمور تلجأ إليها الإمارات وينبغي أن تؤخذ بجدية. الخطورة تكمن في أن هذه الحرب تستهدف النسيج الاجتماعي مباشرة. المخدرات تدمر الجيل الصاعد وتخلق أزمة صحية واجتماعية باهظة الثمن، بينما العملة المزيفة طبعا معروف أضرارها تهز ثقة المواطنين في مؤسساتهم المالية وتضرب القوى الشرائية. هذا المزيج يخلق حالة من عدم الاستقرار الداخلي. طبعا الهدف هو جعل الجزائر عوضا عن الانغماس في مشاريع النهضة الشاملة دفعها إلى الغرق في الأزمات عوضا عن التركيز على التقدم والبناء. لذلك أنا أقول لأحرار الجزائر الفطنة والوعي هما خط الدفاع الأول في مواجهة هكذا مخططات. على كل مواطن جزائري أن يدرك أن رفضه للمخدرات فضلا عن كونه موقف أخلاقي شخصي صحي ضروري جدا هو أيضا فعل وطني يحمي أمن الجزائر. التعاون الفوري مع الأجهزة الأمنية عند ملاحظة أي نشاط مشبوه سواء في مجال المخدرات أو تداول عملات مشكوك فيها، هذا يمثل واجبا وطنيا. اليقظة في الأحياء والأسواق، التبليغ عن الشبكات المشبوهة، أي شخص تبلغ عنه فورا تشتبه فيه، وحماية الشباب عبر التوعية طبعا الأسرية والمجتمعية، كلها أدوات فعالة لإفشال أي محاولة لاختراق المجتمع الجزائري. لدينا احتياط استراتيجي بشري في منطقتنا هو في الجزائر. الجزائر مورد حقيقي لهذه المنطقة، وعندما يستهدفون الجزائر فهم في الواقع يريدون القضاء على المورد الحقيقي صمام الأمان للمنطقة، وهو أمر لئيم وخطير وينبغي أن نتحدث عنه. الشعوب المتماسكة والمتعاونة مع مؤسساتها وأجهزتها الأمنية نجحت دائما في صد أخطر التهديدات، بينما انهارت تلك التي سمحت بالتشرذم والانقسام، وهذه طريقة لتدمير البلد ناهيك عن الانقسام. الجزائر منيعة بأهلها، وحدتها الوطنية الصلبة معروفة، وعيها الجماعي معروف لإفشال هذه المخططات الإجرامية الحاقدة. لا تسمحوا أبدا لهؤلاء بتفتيت النسيج الشبابي بالذات. لكن السؤال هو لماذا هذه الخصة؟ لماذا؟ ما الذي فعلته الجزائر ضد الإمارات؟ حتى هذه الأشياء تعتبر منكرات في السياسة
لو قام بها المخزن ستظل إجرامية. ولكن ما الذي جاء بهذه الدويلة؟ دويلة في مكان جغرافي آخر، قزم بلا شك. ما الذي يجعلها تستعدي الجزائر؟ لماذا تستمرئ هذا العداء السافر؟ لكي تتورط دولة في ممارسة هذا الانحطاط يجب أن تتوفر لديها أسباب جوهرية. فما هي الأسباب؟ أنا دائما هذا السؤال يحيرني ويصدمني، وكأنني أتعرف على هذه المشكلة لأول مرة، لأنه بالفعل مدهش. ما كنا نتوقع أن تكون الإمارات والجزائر حتى في جملة واحدة. أجزم شخصيا أن السبب يتعلق بكراهية النموذج الجزائري، ولن أمل من تكرار هذا الكلام. يبدو التفسير غريبا للبعض، ولكن هذا التفسير يختصر ويلخص أشياء كثيرة. بالتأكيد خلف هذه الكراهية أوهام عظمة تعشعش في ذهن بن زايد، الذي يحب أن يكون العالم انعكاسا لرؤيته المستمدة من تاريخ العمالة والسمسرة. مفهوم. بن زايد تاجر خليجي اعتاد أن يتملقه الناس للحصول على ماله. يفكر بذهنية، أنا أسميها الذهنية الخليجية، سياسة تمارس بهذا المنطق. هو ينظر إلى الشعوب من خلال الوافدين، يعتقد بأن هؤلاء الذين لأسباب ما دفعتهم للهجرة بحثا عن المال، يصنف الأوطان على هذا الأساس. هي مشكلة حقيقية. والأمر الآخر أنه ينظر للعالم كعقار ويعتقد بأن أفضل ما يقدمه للعالم هو شطارة السمسار. من يحمي هذا العقار؟ سؤال وجودي وجوهري. بالطبع تحميه أمريكا، وهو يدفع ثمن الحماية. إذن ما معنى ما يقوم به في الأساس إذا لم يكن قادرا على حماية عقاراته التي تسمى الإمارات؟ يقول بأنه لا بأس، لا خوف عليه من السمسرة، لأن العقار محمي. في عالمه لا مكان للشرف والسيادة والمبدأ. أنت كجزائري تشربت هذه القيم، نشأت في أحضانها. هذه الأشياء لها معنى عميق. الجزائري لا يستطيع أن يعيش حياته كالآخرين. جزء من تكوينه الوجداني الشرف، السيادة، المبدأ. هذا العقل الجماعي هو الذي في الواقع ينتج الدولة الجزائرية. في الإمارات لا توجد أشياء كهذه. هذه رطانة لا يفهمها بن زايد، وأولئك الذين يمثلون هذه المدرسة، مدرسة الجزائر، بن زايد يكرههم بالفطرة. الجزائر نموذج يخافه ويكرهه. ولكن دويلة مثل الإمارات حتى لو أكل الحقد قلبها، ونحن لا نستغرب أن يحقد، ما كان يجوز أساسا أن تفكر في معاداة دولة بحجم الجزائر قادرة على سحقها كحشرة. لهذا أنا أتعب وأحلل نفسيا سيكولوجيا، لأنها حالة مريضة. مشكلة الإمارات أنها لم تستوعب أن كراهية النموذج شيء ومحاربته شيء آخر تماما. هذا هو الفخ الذي سقطت فيه الإمارات، وستدفع ثمنه لا ريب في ذلك. خرجت الجزائر من حرب تحرير طويلة كلفتها أكثر من 1.5 مليون شهيد سقوا الأرض بدمائهم. وكل الذين يقدرون السيادة كانوا يعرفون عنوان الجزائر، ذهبوا إلى الجزائر وتعلموا فيها أشياء ثورية، تشربوا مبادئ وقيم الثورة الجزائرية. هذه القيمة تبقى دائما على مر العصور. هذه الحرب صاغت وعي الجزائريين وطريقة تعاملهم مع العالم. رفض الهيمنة الأجنبية عقيدة راسخة في الجزائر. دعم حركات التحرر في إفريقيا
والعالم العربي وكل العالم كان امتدادا طبيعيا لهذه العقيدة. الجزائريون لا يتحدثون عن الاستقلال كمفهوم نظري بل كتجربة حية دفعوا ثمنها دما. هذا هو الذي ينتج الثقافة الجزائرية ويحدد أولويات الجزائر. مثلا لم تفكر الجزائر في بناء ناطحات السحاب كما تفعل الجزائر. هذا قد تبنيه ذات يوم، لا مشكلة، ولكن شيدت الجزائر هوية وسيادة. عادة في العلاقات الدولية مبدأ nation building كما يقال، بناء الأمم، هذا أهم بند تقريبا. إذا كنت تخطط للبقاء في الكرة الأرضية كدولة ذات سيادة لها كبرياء وأنفة. لم تنافس الجزائر في بناء المولات، مراكز التسوق مثلا كما تفعل الإمارات، بل ركزت على بناء المواطنة وترسيخ قيم السيادة. عالم الجزائر لا يشبه في شيء عالم بن زايد على الإطلاق، كأن الجزائر من كوكب آخر. الهوية الجزائرية الثورية تشكل جوهر الوعي الجماعي الجزائري ومرجعيته في التعامل مع محيطه الإقليمي. الجزائريون يرون أنفسهم حراسا للقيم التحررية في إفريقيا والمنطقة. هذا أمر طبيعي. تربو الثورة الجزائرية في الواقع لا تزال تؤثر في التكوين النفسي لأنها لم تحدث في القرون الوسطى، هي ثورة معاصرة بكل المقاييس. هناك رجال قاتلوا فيها وهم أحياء في الجزائر يحكون هذه القصة، تشربتها الأجيال. هذه الأشياء لا يفهمها السمسار بن زايد، ولكنها مكونات أساسية، وأنت تفهم لماذا تكره الإمارات هذه المكونات. الجزائر ترفض التبعية بأشكالها كافة، أمر طبيعي جدا. هذا الأمر الذي تشربته الجزائر، وفي هذه الأمور تستثمر الجزائر. الإمارات منذ تأسيسها لم تختار شيئا، لا، حتى التأسيس حدث بالإملاء. كان عدد الإمارات كلها أقل من 200 ألف شخص، كل الضجيج، يعني عدد موظفي شركة متوسطة، شركة كبيرة، كل شيء فيها منذ البداية استند على الحماية والوصاية والعمالة. هذه الأشياء، العمالة، الوصاية، الحماية، ثقافة في الإمارات. حتى بالمناسبة رجال الأعمال العاديين والأشخاص لا يفكرون كما نفكر نحن، خرجوا من بيئة ثقافية مختلفة. هذا الذي نتحدث فيه بالنسبة لهم أمر عجيب. ما هي السيادة؟ يقولون لك ماذا تقصد بسيادة؟ هي سيادة؟ هل العقار سيادة؟ حصلت الإمارات فقط على المال بعد أن اقتطع الأسياد حصتهم الكبيرة من هذا المال، ومن رحم هذا القاع خرج بن زايد. ماذا تتوقع منه؟ أن يفكر مثلا مثل نيلسون مانديلا، بوميديان، أن يفكر مثل ثوار، مثل تشي جيفارا؟ مستحيل. هذه ليست تجربة هذا السحلية، إنه مدين لثقافة السمسرة والعمالة والدناءة، وفي قاموسه لا توجد مفردات السيادة والوطنية. هذه محرمات أصلا، إنه لا يفهمها أساسا، ويظن أن العالم هو معطى للسمسرة والعمالة. إذا كنت عميلا جيدا تقدم الخدمات الوظيفية لسيدك أنت ستبقى، ليست لديهم مشكلة. خرجوا من رحم هذه الدناءة. كل إناء بما فيه ينضح. إنه مجرد سحلية خرجت من شقوق الصحراء. لم يروي له والده قصة نضال، لم يستشهد أجداده،
لم يكافح مستعمر لكي يفهم قيمة السيادة، السيادة التي نتحدث عنها الآن ونحن نتحدث عن الجزائر. لم ينتزع حقا وأرضا لكي يفهم قيمة الوطن والأرض. تشكل وجدانه في مراكز التسوق وبيوت الأزياء ومعارض السيارات. نشأ هنا فتشيأت القيم. سمعتم بمعنى التشيؤ؟ عندما تفقد المعاني قيمتها، تنحدر قيمتها، وتصبح الأشياء هي صاحبة سيدة الموقف. هكذا تتشيأ القيم، هكذا تنحدر المعاني. فأنى لسمسار مثل بن زايد أن يفهم الذهنية الجزائرية. أحبة الجزائريين، لا تتوقعوا أن يفهمكم، لكنه سيفهم عندما يتخطى ذلك الخط السيادي الأحمر. سيفهم، أعدكم، أقسم لكم بالله بأنه سيفهم. كيف له أن يفهم الإرث التاريخي أو الشرعية الثورية التي تستند إليها الجزائر؟ سيفهم عندما يتجاوز الخطوط الحمراء. ولهذا اختارت دويلة الإمارات المخزن. أين تذهب؟ إنها تبحث عن شقيقتها الروحية. لم يكن زواج المصلحة بينهما صدفة، بينها وبين المخزن طريق السمسرة والعمالة والنذالة قادتهما إلى تلك العلاقة الآثمة. المنحطون يجدون لذة في التعاون ضد الشريف ذو المبدأ القوي الذي يحترم السيادة. شكل توقيع الإمارات والمغرب على اتفاقيات إبراهيم أو أبراهام نقطة تحول حاسمة في هذا الصراع. فهمت؟ بالنسبة للجزائر الأمر بسيط، التطبيع خيانة للقضية الفلسطينية. لا تجد تعريفا أبسط من هذا. الجزائر واضحة جدا، فلسطين خط أحمر. تتفق مع الصهاينة أنت خائن. مع أن الجزائر لا تمارس التخوين في كل الأحوال، ثمة أخلاق في الدبلوماسية السياسية، في الدبلوماسية الجزائرية. لكن هناك ما هو أسوأ، كان التطبيع هو مهر العلاقة الآثمة بين عميلين. القاسم المشترك الذي يؤلف بين قوتين تفتقران للمبدأ، للقيم، للأخلاق، لكل شيء في الواقع سيادي، كان التطبيع. وعلى ضوئه أصبح التطبيع الانعطاف التي أسست محورا استراتيجيا جديدا يضم الإمارات والمغرب وإسرائيل. طبيعي جدا، الطيور على أشكالها تقع. أرادوا تشكيل محور يهدف إلى تطويق الجزائر وتهديد أمنها القومي. مجرد أوهام وخزعبلات، طبعا مستحيل أن يجرؤ أحدهم في المساس بالسيادة الجزائرية، لأنه يعرف أن الثمن سيكون باهظا. ثمة قاتلت مرة في التاريخ، وهذا التاريخ ليس ببعيد، تقاتل مرة، تقاتل حتى آخر قطرة، وترسل رسالة للجميع، رسالة مفادها أننا ننزف الدم ونسقي الأرض بالدماء. يعرف الجميع كلهم سفلة سماسرة يسمسرون، لكنهم لن يقاتلوا، لن يجرؤ أي منهم المساس بأمن الجزائر. سيرتها معروفة بين الأمم، ولكن كعادة السفلة يتوسعون في التعاون العسكري والأمني. الآن التعاون العسكري الإماراتي الإسرائيلي توسع بشكل عجيب منذ التطبيع. باتت إسرائيل تزود الإمارات بأدوات متطورة في الاستخبارات، المراقبة، التكنولوجيا العسكرية، بما في ذلك برمجيات التجسس المتقدمة ومنظومات الحرب الإلكترونية وأنظمة المراقبة الفضائية. امنح هذا الصبي ما يشاء، وفي الأخير الإمارات هي دويلة وظيفية، في كل الأحوال يزودونها بالمعدات لأداء دورها الوظيفي. امتد هذا التنسيق
إلى الساحل الإفريقي، العمق الاستراتيجي للجزائر، في محاولة لاختراق وتطويق الجزائر جغرافيا وأمنيا. هذا خط أحمر. أنت الآن لا ترى ردودا واضحة حتى الآن، ولكن الاستخبارات الجزائرية تعمل. في الحلقة القادمة سأشرح لك هذا الأمر بشكل أوضح. ومعظم الأشياء تبدأ من نقطة ما، ومعظم النار من مستصغر الشرر. يتراكم الشيء، القرارات الخطيرة تتخذ في المحصلة. ولكن اكتسب العداء المغربي للجزائر طبعا بعدا أخطر، التحالف مع الإمارات ومع إسرائيل. وقعت الإمارات مع المغرب اتفاقيات تعاون عسكرية عجيبة جدا، تشمل التدريب والقوات، تقديم معدات عسكرية متقدمة. سيتلقى المغرب أعتقد عام 2027 30 طائرة مقاتلة من طراز ميراج من الإمارات. هذا التعزيز طبعا العسكري لا يمكن تفسيره إلا بالاستعداد المحتمل لمواجهة عسكرية أو إرسال رسالة من هذا النوع: نحن نستعد للحرب. والإمارات عادة تريد هذه الحرب، وعينها على ثروات الجزائر وهي واهمة جدا جدا. أنا أعرف بأن الإمارات في لحظة ما، ودعني أتحدث عن هذا الموضوع في الحلقة القادمة. الإمارات يعني سيتم تدميرها باختصار. يعني دعمت الإمارات وبكل وقاحة موقف المغرب في الصحراء الغربية، متجاوزة الموقف الجزائري الداعم لحق تقرير المصير للشعب الصحراوي. في يوليو 2024 أعتقد أثمرت اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والمغرب عن صفقة للمياه والطاقة بقيمة 13 مليار دولار، أكبر استثمار تقريبا تلقاه المغرب في تاريخه، طبعا غير الاستثمارات الأخرى. هل هذا صدفة؟ طبعا لا. البعد الأخطر في هذا الصراع يتجلى في التحركات الإماراتية في منطقة الساحل الإفريقي، التي تمثل العمق الاستراتيجي الطبيعي للجزائر ومجال نفوذها التاريخي. أنا قلت عندما ذهبت الجزائر لسلطنة عمان وفكرت استراتيجيا، فكرت أن تكون قريبة، لأنها قد تحتاج إلى هذا القرب. هؤلاء مجانين باختصار. يعني كيف تأتي إلى تخوم الجزائر؟ الساحل بامتداده الجغرافي الواسع من المحيط الأطلسي إلى البحر الأحمر يمثل حزاما أمنيا حيويا للجزائر. استقراره يعني أمن الحدود الجنوبية الجزائرية الممتدة على آلاف الكيلومترات، بينما الفوضى فيه تعني تهديدات أمنية مباشرة من الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية وتهريب الأسلحة والمخدرات والبشر. الجزائر عانت، لديها تاريخ أيام العشرية السوداء. لعبت الجزائر طوال العقود الماضية دورا محوريا في حفظ الأمن بتلك المنطقة وحفظ التوازنات في الوساطة بين الأطراف المتنازعة في الساحل، ودعم الحكومات المحلية، محاربة الإرهاب، وتعزيز التنمية الاقتصادية في المنطقة، مستفيدة من شرعيتها التاريخية كدولة تحررية ومن علاقتها العميقة مع الشعوب الإفريقية. ولكن تسللت الإمارات في السنوات الأخيرة إلى الساحل، ووقعت اتفاقيات أمنية واقتصادية مع الأنظمة العسكرية المستجدة التي وصلت إلى السلطة مؤخرا عبر انقلابات في مالي والنيجر وبوركينا فاسو. هذه الحكومات العسكرية استعانت في الواقع، يعني الإمارات استعانت بمستشارين فرنسيين، مستشاري استخبارات. كل المرتزقة، شركات المرتزقة فيها يعني بالمناسبة عدد كبير جدا من الفرنسيين. وشرعت الإمارات تحرض هذه الدول ضد الجزائر، وقدمت استثمارات ضخمة في هذه الدول، أقامت أو استأجرت كما يقال قواعد ومنشآت عسكرية، واستخدمت شركات مرتزقة لحماية استثماراتها. وتشير بعض التقارير إلى استخدام الإمارات لمجموعة فاغنر الروسية وشركات أمنية خاصة أخرى لتأمين مصالحها الاقتصادية وتعزيز نفوذها السياسي والعسكري في المنطقة. تعرفون القصة، كيف أن الجزائر عندما أرادت أن تردع فاغنر ردعتها. السفير الإماراتي في الجزائر في الواقع
أعتقد اسمه يوسف سعيد الخميس صاع العلي. هذا السفير أصبح رمزا لهذا التوتر ووجها للتدخل الإماراتي السافر، تجاوز صلاحياته الدبلوماسية، وصفته الجزائر بضابط استخبارات في الظل وهو كذلك، وطبعا بسبب رحلاتها أيضا متكررة إلى دول الساحل خاصة مالي والنيجر، حيث كان يلتقي مباشرة مع القادة العسكريين ويوقع الاتفاقيات الثنائية دون تنسيق مع السلطات الجزائرية. حملته صحيفة الخبر مثلا الجزائرية مسؤولية 80% من التوتر الدبلوماسي الحالي بين البلدين. هو يمثل بلده، هو يمثل بن زايد. المشكلة في بن زايد، لأن بن زايد هو الذي يصدر الأوامر هنا. هذه الرحلات التسللية هي جزء من استراتيجية إماراتية لبناء نفوذ مع الحكومات العسكرية في الساحل، متجاوزة الدور التقليدي للجزائر كوسيط ولاعب رئيسي في المنطقة. إذا كان هدف الإمارات هو الاستثمار وأرادت الدخول من الأبواب ولديها، كانت ستؤمن لهم الجزائر، تقول لهم لا تخشوا على مصالحكم، نحن هنا أسياد المنطقة. ولكن التسلل، أعتقد بأن أنشطة السفير الإماراتي قلت بسبب كثافة المراقبة عليه. طبعا الاستخبارات الجزائرية ترصده بدقة وتعرف ما يدور في السفارة، تعرف كل شيء، الجزائر تعرف كل شيء. يعني هي ربما هذه إشارة إلى أنه أصبح شخصا غير مرغوب فيه بحكم الأمر الواقع، وقد يتم طرده رسميا. ذلك أن القطيعة الكاملة التي تجنبتها الجزائر طويلا باتت تلوح في الأفق. هناك دائما أسباب، يعني الآن الجزائر لديها أولويات، النهضة الاقتصادية الشاملة، لا تريد تشويش. التوقيت قاتل، الإمارات ظلت تتدخل وتوسوس، وأعتقد أن الجزائر ستستجيب، ولكن عندما تتخذ القرار السياسي أعتقد أن القرار العسكري بعدها لن يطول. تتحدث هنا عن الجزائر، ثمة شيء غير مسبوق سيقع، نحن على يقين. زيارة صدام حفتر، نجل الجنرال خليفة حفتر إلى النيجر، لو تذكرون أغسطس الماضي من حوالي عام، حيث التقى بكبار المسؤولين العسكريين بما فيهم الرئيس عبد الرحمن تشياني، جاءت بعد أيام فقط من جولة وزير الدولة الإماراتي شخبوط بالنهيان في مالي والنيجر. شخبوط شخصية مخيفة، وهذا في الواقع أكد، يعني تحديدا أكد للجزائر بأن الإمارات بالفعل تستخدم حفتر كوكيل ميداني لتنفيذ أجندتها الاستراتيجية في المنطقة، ربما لإنشاء قواعد عسكرية متخفية في شكل مشاريع إنسانية أو تنموية كما تفعل الإمارات دائما، أو إنشاء واجهات لمراكز قوة إسرائيلية بالقرب من الحدود الجزائرية. ولدى الاستخبارات الجزائرية كما قلت معلومات تؤكد أن بعض المشاريع الإماراتية في الساحل، المشاريع المعلنة كمشاريع زراعية أو تنموية، هي في الواقع غطاءات لمشاريع بنية تحتية عسكرية جاسوسية، تشمل أيضا مدارج لطائرات مسيرة، مخازن ذخيرة، مراكز اتصالات متقدمة. من يصدق أن هذه الدويلة تخطط لكل ذلك؟ إنها واجهة لمشروع إسرائيلي خطير. في مايو أعتقد وصف الإعلام الجزائري الإمارات بالدويلة الاصطناعية، ووصف قادتها بالأقزام، ووصفها أيضا بأنها كيان هجين، وهو الوصف الأدق في الواقع، فهي كومبارس تؤدي وظيفة محددة لأسيادها الصهاينة. الأخطر من كل ذلك أن الإمارات تقيم اتصالات مع حركة الماك الإرهابية، وهو يعني تجاوزا للخطوط الحمراء الأمنية ودعما مباشرا لقوى تسعى لتفكيك الوحدة الترابية الجزائرية. الحركة التي يقودها فرحات أعتقد من المنفى مدعومة أيضا من إسرائيل والمغرب، وهذا يؤكد وجود تنسيق استراتيجي بين الأطراف الثلاثة
لاستهداف الأمن الوطني الجزائري. لا توجد أدلة أقوى من هذا، وأنا وأنتم لا نعرف الكثير عن الأسرار الأخطر. الجزائر تعرفها، الاستخبارات الجزائرية مطلعة عليها. تخيل، هل تعتقد بأن هذا الأمر سيمر مرور الكرام حتى الدخول في إثارة النزاعات الانفصالية؟ الاستخبارات الجزائرية رصدت لقاءات في الواقع بين ممثلين عن الحركة ومسؤولين إماراتيين في عواصم أوروبية، بالإضافة إلى تحويلات مالية مشبوهة من حسابات مرتبطة بالإمارات إلى حسابات تابعة للحركة. وهذا خطير. تخيلوا هذا الإجرام. لم يتحدث الرئيس الجزائري عن الإمارات إلا عندما تأكد بأن هذه الدويلة تجاوزت حدود المعقول. وأنا في تقديري بكل هدوء يحضر الشارع الجزائري ليوم خطير، يوم تتخذ فيه الجزائر إجراءات حقيقية. بما أن الإمارات مخادعة، بما أنها سمسارة، بما أنها لا أخلاقية، بما أنها مجرمة معتدية تأتي إلى تخوم دولة أكبر منها، بما أنها مجنونة، يبدو أن الخيار كل يوم الخيارات تضيق. نستطيع أن نتكهن بنوعية الرد عندما يصفها الرئيس الجزائري بأنها دولة مافيا، وأنها أينما وجدت اشتعلت الأزمات. فاعلم أن الجزائر تعد العدة لهذه المافيا. الجزائريون في الواقع بارعون جدا في النيل من العصابات وقطاع الطرق. ومن ينسى أيضا تصريح القيادية لويزا حنون زعيمة حزب العمال المعروفة عندما خرجت من اجتماع استمر 3 ساعات مع الرئيس عبد المجيد تبون في ديسمبر 2023 لتعلن في مؤتمر صحفي أن الإمارات أعلنت الحرب على الجزائر خدمة للكيان الصهيوني، وهي تغرق الجزائر بالمخدرات عبر ليبيا، وتحرض على الحرب بين الجزائر والمغرب، وتسعى لعزل الجزائر بدفع موريتانيا وتونس نحو التطبيع مع إسرائيل. فشلت طبعا الإمارات في كل هذا، بل ذهبت لويزا حنون إلى حد المطالبة بتأميم الشركات الإماراتية العاملة في الجزائر، كان شركات الشركة الوطنية للتبغ والكبريت أعتقد تمتلك فيها الإمارات حصة كبيرة، لتقليص قالت الوجود الإماراتي في الاقتصاد الجزائري ومنع استخدام هذه الشركات كأدوات للتجسس أو الابتزاز الاقتصادي. لحسن الحظ السيادة الجزائرية نقية لا حتى عندما تظهر أي محاولة تتضح بشكل غير معقول. الجزائر لن تسمح كما سمحت مصر للإمارات بالاستثمار وضخ الأموال، وهي أموال مطعون في مشكوك فيها بصراحة. الموضوع خطير جدا، ومنعا للإطالة سأتوقف هنا، ولكن لا تذهبوا بعيدا. سأتحدث في الحلقة القادمة عن موقف الجيش الجزائري من الإجرام الإماراتي وأوراق القوة العسكرية الجزائرية وسيناريو الهجوم العسكري على الإمارات لو وصلت الأمور إلى هذا الحد لا سمح الله، والبصمة الجزائرية التي قد تغير حسابات المنطقة وتطيح بالإمارات من أبراج العظمة المصطنعة. كما سأتحدث أيضا عن ماكرون وبكائياته بخصوص السجين الفرنسي في الجزائر، وسأعلق على مزاعم كانديس أوينز بأنه حاول اغتيالها، فكيف يستقيم هذا مع ذاك؟ انتظروا الحلقة المهمة حصريا في قناة الجزائر أولا، وللحديث بقية. شكرا لكم على المشاهدة.